السلام عليكم، مساكم الله بالخير. ألبان الإبل لها قيمة غذائية وعلاجية مذهلة، فبالإضافة إلى أهمية الإبل في حياة الصحراء وسكانها، فقد شكل حليب الناقة الغذاء الأساسي اليومي للكثير منهم حول العالم. ولذا يلاحظ أن الأشخاص الذين يشربون حليب الناقة منذ صغرهم أكثر صحة وشبابا من غيرهم، ويتميزون بحيوية متدفقة، كما أن أعداد المسنين والمعمرين في تلك المناطق في ازدياد واضح. ألبان الإبل تحافظ على الصحة العامة للإنسان، فهي تحتوي على كمية كبيرة من الكالسيوم وعلى مواد تقاوم السموم والبكتيريا، ونسبة كبيرة من الأجسام المناعية المقاومة للأمراض. استخدم العرب حليب الإبل في معالجة الكثير من الأمراض كأوجاع البطن ومرض الاستسقاء واليرقان وتليف الكبد ومشاكل الطحال والسل وأمراض الربو وفقر الدم والبواسير ومرض السكري، بالإضافة إلى أن حليب الإبل يساعد على تنمية العظام عند الأطفال ويقوي عضلة القلب. ولبن الإبل له خصائص تؤدي إلى تخفيف الوزن، نظرا لغنى تركيب هذا الحليب بالكثير من المركبات، وبخاصة الأحماض الدهنية والمواد البروتينية والفيتامينات، كما أن ألبان الإبل مهمة ومفيدة لتكوين العظام وتحمي اللثة وتقوي الأسنان، كما يساعد على ترميم خلايا الجسم وتنشيطها. وأخيرا، يمكن تناول حليب الناقة بأي طريقة وفي أي وقت، ولكن يفضل تناوله صباحا على الريق أو بعد وجبة إفطار خفيفة، كما يمكن شربه أيضا قبل النوم مع ملعقة من عسل النحل للتمتع بنوم هادئ وصحة جيدة. أما الآن انتهت الحكاية، ادعموها بلايك وشاركوها مع من تحبون. مع السلامة.